سمك مشوي في الفرن بتتبيلة جديدة ومختلفة. انت هتقولي لي ما انا عارف. خش على الطريقه وقولي لنا عملتيها ازاي. تعالى اقول لكم عملتها ازاي. امم اول حاجة جبت بصلاية صغيرة كده وطماطماية ونص فلفلاية حمرا. هاخدهم اضربهم كويس جدا في الكبة. عايزاها بقى تتبيلة ناعمة كده، يعني نضربها كويس قوي لما تبقى ناعمة معانا. تمام. هضيف عليها معلقة توم كبيرة ومعلقة صلصة كبيرة وملح وكمون وكزبرة وعصير ليمونتين كبار ومعلقتين كبار خل وشوية زيت عشان نطر السمكة كده وهي متبلة. هقلب كده التتبيلة كويس مع بعض واجيب بقى السمك بتاعي. انا استخدمت سمك بولتي، تقدروا تستخدموا بوري او اي نوع انتوا بتحبوه. اهم حاجة نفتحه من الظهر كده، عايزينه يتفتح سنجاري. هاخد بقى من التتبيلة وهبدأ اتبل السمك من جوه كويس كده وكمان من بره، وهغطيه واسيبه بقى ساعتين كده ولا حاجة يتبل. كل ما يقعد في التتبيلة كل ما يبقى طعمه حكاية. لازم يشرب التتبيله كويس. بالظبط كده. اجيب بقى الصينية عندي دهنتها زيت، وعندي بقى شوية خضار كده، بصل وجزر، هتبلهم بشوية من التتبيلة. وهبدأ احط، انا بعملها زي ايه، فرشة كده تحت السمكة. هبدأ ارص السمك بتاعي. شكل السمك من قبل ما يتعمل روعه. وريحته حكاية طول ما طبعا. هو في الفرن، حكاية. امم هظبط بس التتبيلة عليه كده وهدخله على الشبكة. قعد حوالي ساعة الا ربع في الفرن مع المتابعة، وبعد كده فتحت عليه الشواية اخد اللون الخطير ده. يا سلام، ايه الجمال ده بقى. تحفة ها؟ امم لا، الريحه جميله جدا. مش عايزاكوا تستغربوا التتبيلة، هي جديدة بس بتخلي طعم السمك تحفة. وعشان نتاكد يبقى لازم ادوق. مفيش الكلام ده. لا ازاي في الكلام دوت بقى. ناخد حته كده بقى من السمك على الشوكه بقى، ايه مع عصره الليمون كده. يا خبر ابيض. يا على الريحه اساسا من قبل ما ادوق. اجرب بقى كده. ايه الجمال ده. تحفة ها؟ بجد طعمها جميل جدا، بجد تسلم ايدك. تسلم بألف هنا.